أهلا بيكم. العجة من الأكلات السهلة الجميلة اللي نقدر ناكلها في أي وقت، في فطار، في غدا أو عشاء، وكمان الفترة اللي جاية نقدر ناكلها في السحور. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه العجة المصرية. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا على الفيديو علشان نشوف الطريقة ونعملها مع بعض. حط زيت على النار، حاجة بس بسيطة كده علشان ادبل فيه او اشوح فيه البصلة ديت. البصلة ديت مبشورة او مفرومة، وهبتدي ان انا اقلبها كده لحد ما تغير لونها. انا مش عايزاها تغمق جامد، وهحط لها حتة من السمنة، حاجة كده بسيطة ديت اختياري. بصراحة بتفتح الريحة بتاعتها وبتديها طعم جميل جدا، وخاصة ان اكلتنا مفيهاش دهون كتير. اول ما بتوصل للدرجة ديت برفعها من على النار وبطفي عليها وبسيبها تبرد تماما. هبتدي ان انا اجهز بقية المكونات. معايا بطاطساية مبشورة بالمية بتاعتها ما عصرتهاش، وكمان شبت وبقدونس، معايا كمان طماطم مبشورة، والبصلة بعد ما بردت خالص بحطها. انا لازم ان هي تبرد علشان انا هحط لها بيض، فانا مش عايزة مجرد ما احط البيض عليها ان هي البيض يجمد. وهحط كمية البيض اللي انا عايزاها. انا حطيت هنا اهوت حوالي 5 بيضات، وبتبل بملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، وشطة اختياري. حاجة بسيطة كده بس تديها طعم. وابتدي اقلب كل المكونات ديت مع بعض لحد ما تختلط حلوة قوي. انا هنا هزودها دقيق، وديت المادة اللي هي هتربط، اول حاجة اللي هتربط بيها المكونات ديت كلها مع بعض. بزود الدقيق بالتدريج. انا حطيت هنا اهوت حوالي معلقتين، معايا كمان معلقة من صغيرة او معلقة الا شوية من البيكربونات الصوديوم او البيكربونات، او لو مش موجودة نقدر نحط مكانها بيكنج باودر. نبتدي نقلب المكونات كلها مع بعض كده لحد ما تختلط والدقيق يختفي. كده لقيتها لسه محتاجة دقيق لان فيها سوائل كتير، فهبتدي ان انا احط لها معلقة. انا مش عايزة ازود دقيق كتير علشان ما تبقاش ماسكة قوي او ناشفة، وفي نفس الوقت مش عايزة يكون فيها سوائل كتير تاخد مدة طويلة في الفرن في التسوية بتاعتها وتبقى برضو لسه طرية. بجيب خلاص الصينية بتاعتنا وبدهنها بالسمنة كده. نقدر ان احنا ندهنها بالزيت، بس زي ما قلنا السمنة بتديها طعم تاني. خلاص كده شايفين السوائل قلت خالص والدقيق اختفى معانا، واحنا بنقلب. كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، وببتدي اسويها كده علشان كلها تبقى سوا واحد وتاخد سوا واحد في الفرن. ومندخلها على الشبكة ومنعملها بالظبط معاملة الكيك. يعني ما نفتحش عليها في الاول خالص علشان تنفش معانا، وعلشان كمان تستوي حلو جدا معانا. اول ما بتحمر وبتوصل للدرجة ديت خلاص بنطلعها من الفرن. شايفين لونها؟ كانت ريحتها بصراحة جبارة. من الاكلات اللذيذة جدا، ومن الاكلات السهلة والخفيفة اللي نقدر نحط فيها اي مكونات عندنا. بنعملها برضو زي ما قلت معاملة الكيك، بنشوف قلبها كده استوى ولا لا. لو في حاجة طلعت على الشوكة معناها ان هي لسه عايزة شوية سوا كمان، بس كانت الشوكة طالعة نضيفة معناها ان هي كده تمام زي الفل. ونزينها بحاجة بس من الشبت والبقدونس. زي ما قلت نقدر نحط فيها اي مكونات. نقدر نحط فيها بطاطس، جزر، ممكن كمان نحط فيها قرنبيط، نقدر نحط فيها كمان كوسة مبشورة. يعني من اي حاجة تقدري انك تحطيها. نقدر نحط فيها جبنة، بس انا مرضتش احطها دي المرة دي علشان خاطر بس تبقى العجة بتاعتنا الاصلية. بس انتوا عارفين طبعا يعني الجبنة ديت عشقي. دي كده شكلها شايفين هشة وفي نفس الوقت طرية. تحفة بجد. من الأكلات الخفيفة قوي قوي، نقدر ناكلها زي ما أنا قلت في أي وقت، في أي ميعاد، سواء الصبح بالليل في وقت النهار. يعني كل الأوقات شغالة معانا على طول. زي ما قلت رمضان خلاص داخل علينا، نقدر إن احنا نعملها في السحور.
بسيطة جدا، نحط كل المكونات مع بعض وندخلها الفرن، ما بتاخدش معانا وقت كتير. نقدر ناكلها بالعيش، نقدر ناكلها لوحديها، وجبة غذائية كاملة متكاملة، من الأكلات فعلا الروعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة اللي بجد بتسعدني. وكل سنة وانتم طيبين وبمناسبة رمضان، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.